كنشوف بلي داروا استقبالات بحال هكا وداروا حفلات بحال هكا اللي ديما كنشوفوا كنشوفوا الفرق. شفنا في 2004 شفنا الفرق المغربيه وشفناها المنتخب في قطر، ولكن اول مره اللي كتكون مكتوبه فيها ابطال العالم. ديما كنشوفوا كنلقاو شي حاجه مكتوبه من غير ابطال، كنلقاو تحيه الابطال، ولكن ابطال العالم انا اللي جاتني بقيت تنشوف فيها وتنعاود وقت ما تيدار الزوم على البيس تنشوف هذيك ابطال العالم وكنعاود نتاكد انني شفتها، لان جوبونس في كاع داكشي اللي شفنا اللي قبل ما عمرها ما كانت مكتوبه لقينا دوزيام بلاص، لقينا فخرونا، لقينا اسود فخر المغرب، لقينا هادشي كامل. وكما انك تلقى مكتوب ابطال العالم انا كنظن انها اول مره وما غتكونش اخر مره. وهذا حافز الدكتور لا كان جاي ان شاء الله حافز لكم. هادشي اللي انا كنبقى نقول، هادشي اللي حسيت به سي لا شير دو كوتش بوريجا وتحطيت صافي. انا جو مشي مي اون بلاص اني ان شاء الله في نورمال كان انا في لو بوس انا بحال هكا. دونك سا مو موتيف و جو بونس سا موتيف المغرب كامل، اللعابه ديال لي جون ديال المغرب كامل اللي كيلعبوا الكره، انهم شي نهار حتى هما غادي يكونوا يقدروا يمشيو يكونوا في هذا لو بوس وتكون عندهم استقبال الكبير اللي هنا في مدينه الرباط. دونك غير بعوده للجمهور، تكلمتي على الجمهور اللي في الريزو سوسيو اللي هو اللي في الزنقه. كاين واحد الكلمه الفرنسيه انت كتعرفها، كاين بيان شاتي بيان كيما كينتقدك كيبغيك غادي يفرح بك لان انت هو باغيك تربح. حيت هذا الجيل وهذا الجيل بالضبط اللي ربح هو الجيل ما كيعرفش المستحيل كما قلتي، لانه شافوا قريب ليه في قطر، عاش الاجواء اللي وشافوا حتى هما الاستقبال اللي كانت تكون ليكيب. وبلا شك انه فاش كانوا لاعبين كانوا في واحد لو كون اللي خطيت لداخل تيفكروا ان راه يقدروا حتى هما يربحوا ولا يديروا شي مسار مشرف ويجيو حتى يكون عندهم استقبال بهالطريقه هذه. اليوم يديسات غالبا يكونوا كيتفرجوا قبل ما يمشيو حتى هما في نفس الدين، لان دوك الامباكت بحال هاد الامباكت بحال هاد لي تور هادو بحال هكا اللي بسيكولوجيك سور لو سبورتيف في لا موتيفاسيون ديالو وانه يبغي يعطيك اكثر، كيدخل شويه بو امباكتي بسيكولوجيكمون كوم يفو لي جينيراسيون اللي يجيو انهم يشوفوا بحال هاد زيماج هادو يبقاو مأرخين وتعاودوا لهم هاد السيمانه كامله باش يتعرفوا. نعم. إذن هو يوم يحتفي به الشعب بالإنجاز كما يحتفي بالكرامة ويشكر شبابه الذين حملوا رايته واسم بلاده إلى القمم العالمية. هو ليس مجرد تتويج كروي، بل هو عنوان مرحلة جديدة تؤكد أن الرياضة في المغرب أصبحت مشروعا وطنيا متكاملا تسنده رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من التكوين والاحتراف مسارا لبناء جيل يصنع الفارق. يمر الموكب في رحلة قصيرة على الأرض لكنها طويلة في معناها الرمزي، ورحلة تختصر قصة وطن لا يعرف المستحيل وجيل أثبت أن الحلم المغربي قادر على أن يرفرف عاليا بين نجوم العالم. هؤلاء نجوم نراهم مباشرة أبهروا العالم وأبهروا كرة القدم العالمية بمستواهم الكبير، بأهدافهم الرائعة وبالفرحة التي حملوها إلى الشعب المغربي، وببطولاتهم التي بقيت راسخة هناك بسانتياغو، بالشيلي العاصمة بشيلي، ببطولة العالم. كما قلت موكب الحافلة المكشوفة للمنتخب الوطني ما زال يتعرف وما زال يشهد هذا الاستقبال الحار للشعب المغربي ولكل المغاربة على هذا الإنجاز الكبير. أمين نقدر نكتبوا ليش لا غير كندير واحد الفلاش باك، لأن القصة بدات في الشيلي أو كانت يمكن لها تبدا في الشيلي واستمرت في الشيلي. نشرح لك. اول مباراه كبيره لعبها المنتخب المغربي بعد الاستقلال كانت هذيك المباراه ديال اسبانيا اللي كانت بعد ما فزتي بكاس افريقيا الامم بين مزدوجتين، يعني تفوقتي في الاقصائيات الافريقيه وكنتي شامبيون دافريك اوفيسيو ماشي اوفيسيال. لعبتي ماتش مع اسبانيا، فرضوا عليك تلعب باراج مع اسبانيا لقاء سد واحد واخا هكاك ما عمرو كانت عنده ليزيتاسيون وجا اختار انه يلعب المنتخب المغربي وخدا احسن لاعب شاب. لا عندك ان بلان كارير اللي تقدر تنجح فيه، تقدر تحمل القاب مع الفريق ديالك ومع المنتخب الوطني. وكنظن الا سولتي اي لاعب
في العالم واش يفضل انه ياخذ لقب مع المنتخب الوطني ديالو لقب مع الفريق ديالو غيختار المنتخب الوطني ديالو. اليوم كيجيو الناس باش يديو كيختاروا المغرب عن حب ولكن لانه حتى المغرب ولا كيعطيك ان بلان كارير انترناسيونال في المستوى. كتاخذ واحد الحاجه وانت راه سافرتي برا. نعم. ما كاينش شي بيت مغربي كتدخل له في جميع دول اوروبا ولا العالم ما كتلقاش فيه يعني الريحه ديال انت مغربيت. الام ديالك والاب ديالك كيربيوك على حب الوطن بشكل او اخر. وطن في المكان اللي يعني كيزاول فيه المهله ديالو. وكنظن ان كلنا خصنا نخدموا بتفاني باش دائما هذه البلاد هذه تبقى غاديه في الطريق اللي كتبوا لها الله واللي بطريقه ولا باخرى التاريخ ديالها كيستحق. 14 القرن كتستحق ان الانسان في وقت من الاوقات يقول ديما مغرب. ديما مغرب اكيد. ملي كتشوف بونس هذا نفس السيركوي اللي دارت ليكيب بريمير تقريبا هو السيركوي التقليدي. يعني غتخرج من باب السفاره غادي تنزل امام المحطه القطار شارع الخامس البرلمان ساعة البريد وتمشي للشارع الحسن الثاني غتدور على اليمين وتتجه في حسان باش تقطع الواد قنطار. وكذا هذا كيف قلت لك موتيفون كاع لي جينيراسيون اللي غادي يجيو وماشي ماشي من العبث. ملي كدير واحد البروسيس وكتولي كتكرر كل مره كيولي اندسترياليزي بحال كتدخل واحد الشركه وكتحط لك واحد الطرق ديال المسار ديال العمل كتولي واحد المسار صناعي كتولي غادي بيلوطاج اوتوماتيك لان كل واحد كاين الخريطه كاين المخطط كاين كل شيء كتولي انت كتولف تربح. دونك خصنا نوليو كنولفوا نربحوا ونبقاو نشتغلوا بنفس العقليه والعادي يكون هو الربح والاستثناء هو ما توصلش للنصف النهائي ديال الكؤوس الافريقيه والبطولات العالميه. مفاجاه انك ما وصلتش. انا في الخبير انا عطيت المثال